جمهور الأهلي العظيم، صباحكم كله خير وسعادة. تعال ناخد شوية أخبار على السريع. فريقنا بيختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسة المرحلة النهائية في الدوري. يعني لسه بالظبط مباراتين لو خدنا منهم 4 نقاط احنا أخدنا الدوري إن شاء الله. مصدر من الأهلي: بعد وصول القاهرة اليوم جلسة بين خوسيه روفيرو مدرب الأهلي الجديد ومحمود الخطيب رئيس الأهلي خلال ساعات لإتمام التعاقد مع الفريق على أن يبدأ معهم عمله عقب مواجهة البنك الأهلي. ورسميا أخيرا لجنة التظلمات تصدر قرارها باعتبار الأهلي خاسرا من الزمالك دون خصم أي نقاط زيادة مع عدم جواز الاستئناف على القرار. وردا على قرار التظلمات، الزمالك بيقدم شكوى عاجلة للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قرار لجنة التظلمات لمباراة القمة. ولاعبنا وسام أبو علي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل وسيخضع للأشعة اليوم لتحديد موقفه من مباراة الغد. والكابتن محمود الخطيب يرفض تقديم أي عرض آخر لتجديد عقد رامي ربيعة، ويكتفي بالعرض الأخير وهو التوقيع لمدة موسمين بإجمالي 56 مليون جنيه. لجنة التحكيم في الكاف قررت تجميد الحكم التشادي محمد الحجي اللي دفع محمد هاني في مباراة الهلال السوداني لنهاية الموسم، حيث لم تتم إسناد مباراة ليه في أي أدوار، ولا النهائي ولا النصف النهائي. صحيفة ليكيب الفرنسية نانت الفرنسي يقرر فرض غرامة مالية كبيرة على مصطفى محمد بسبب رفض المشاركة في الجولة لعمل المثلية للعام الثالث على التوالي. تقارير اتحاد الكرة عايز يعمل دوري من 24 نادي مقسم لمجموعتين، كل مجموعة 12 نادي. عايز كمان يلغي الهبوط في كل الدرجات، وعايز يعمل أوكازيون في الصعود. يعني بصراحة ما تفهمش هو في ايه ولا هو عايز يعمل ايه. منتخب مصر تحت 20 عام يودع بطولة أفريقيا بعد الخسارة من المغرب. محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. سيدات الأهلي لكرة السلة يتوجون بلقب دور السوبر على حساب سبورتنج للمرة 27 في تاريخ النادي. الأهلي يفوز على الزمالك 69-52 في المباراة الثانية في بطولة دور السوبر لكرة السلة. الأهلي يفوز على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 39-18 ضمن منافسة مرحلة المجموعات لبطولة أفريقيا لأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد. الأهلي سيشارك في بطولة السوبر جلوب لكرة اليد كمستضيف للبطولة وليس بطلا لأفريقيا، وبذلك يشارك الترجي التونسي بدلا من الزمالك. مستني إيه بقى؟ اعمل شير ولايك عشان الأخبار توصل لكل الجماهير. وما تقلقش، الأخبار دي كلها صح بنسبة 100%، وربنا يعلم إحنا بنتعب قد إيه في المحتوى ده. فلو تفاعل حلو منك هيبقى أحلى تقدير لنا. والأهم عندنا طبعا إنك تصلي على النبي وتقول لنا رأيك في الأخبار.